تعطيك شعور وهمي انك انسان ذكي وعظيم، اضطرابات نفسيه وامراض الصحه العقليه كما الفصام، وتولي موسوس. لحق الامر ان نشوفوا دراري صغار في المتوسطه وفي الليسي يستهلكوا الزطله. الكيف او ما يعرف بالعاميه بالزطله هو عباره عن سمغ يخرجوه من نبات القنب، ينشفوه ويضغطوه في كتل صغيره باش يتكيفوه. منتشر انتشار رهيب خاصه في الوسط الشبابي، لدرجه ولاو يتداولوها بيناتهم كانها حلوى. بزاف يقولوا ما دير والو، اروح نقول لكم واش دير. استخدامها مع الوقت يؤثر على التعلم والذاكرة. تعطيك شعور وهمي انك انسان ذكي وعظيم، تخليك تشعر بخمول ونعاس شديدين، تغيرات كثيرة في التنفس، غثيان وقيء، دائما حاس بالفشل والنعاس، اضطرابات نفسية وامراض الصحة العقلية كما الفصام، وتولي موسوس. واخطر اثر هو الادمان، تولي ماكش قادر تتخلى على هذه الماده. كيفاش تحبس الزطله؟ كاي ماده تسبب الادمان تحبسها تدريجيا. مثلا كنت تتكيف 4 مرات اسبوعيا، تولي تكيف 3 ومن بعد 2 حتى تحبس كاع. التدرج يخدع جسمك ويخفف من اعراض الانسحاب، واللي هي الشعور بعدم الرغبة في أي شيء، عدم الاستمتاع بهواياتك السابقة، تأثر مردودك التعليمي والوظيفي، تولي ماك حاب دير والو، ما توليش إفيكاس في قرايتك وفي خدمتك، بالإضافة إلى الخمول والنعاس. بدل المحيط تاعك اللي فكرك بها، وعمر وقتك بحوايج تنفعك في حاضرك ومستقبلك. علاه الناس تروح للزطلة؟ الجسم تاعنا في الحالة العادية يفرز الدوبامين كي دير عفسة تفرحك، كي تجيب نقطة مليحة، كي تفرح والديك. أي دوبامين ناتج عن تحفيز خارجي غير طبيعي صح راح يعطيك شعور بالنشوة اللي الناس على جالها تستعمل الزطلة، عادة باش تهرب من الواقع، ولا كي تعيش عفسة ماشي مليحه، ولا باش تبان رجلك قدام صحابك. لكن التاثير هذا مع الاسف مؤقت، وراح ترجع للواقع تاعك، وراح تحتاج جرعه اكبر باه تعاود تهرب مره اخرى. الوغ من الاحسن تواجه الواقع تاعك وتحاول تسقمه قبل ما صحتك تروح وما تقدر دير له والو. خلي توجور في بالك بلي الاعراض هذو مؤقته، اصبر عليها شويه باش تريح للابد.